هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة بكل مصداقية وأمانة. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. إذاعة الوفاق الوطني تهني الشعب الإريتري في الداخل والخارج بحلول العام الجديد. نسأل الله تعالى أن يكون عام خلاص نشاهد فيه نهاية الطغمة الحاكمة في أسمرة، وعام رخاء وسلام وأمن واستقرار وازدهار لشعبنا. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة. من إذاعتكم إذاعة الوفاق الإريتري نبدأ بثنا لهذا اليوم السبت 4 من يناير 2020، ويتضمن برنامج بصراحة من إعداد وتقديم أحمد الغيثي، والتعليق السياسي تهجير سكان مدينة حجاز، وسوف يتخلل برامجنا بأغاني وطنية المختارة. نتمنى لكم وقتا ممتعا مع برامجنا. بصراحة، ما الذي يجري في إريتريا وإثيوبيا والسودان؟ لعل ما نشاهده حاليا في منطقة القرن الأفريقي من متغيرات وتحالفات متباينة بين مختلف القوى السياسية في البلد الواحد وبين الأنظمة نفسها، ونشاط ملحوظ للقوى الأقليمية في التأثير على المسار السياسي لهذه البلدان، وأيضا تأثيرات صراع الكبار في المنطقة أمريكا الصين يكشف لنا ملامح المرحلة القادمة مع إطلال العام الجديد، ومدى تأثير ذلك على دول المنطقة وشعوبها في المستقبل القريب والبعيد. السودان، ورغم سقوط نظام البشير، إلا أن ما خلفه نظام البشير بحاجة إلى سنوات طوال في المعالجة والإرادة السياسية المستنيرة برؤية واضحة، ولهذا فإن الحمل ثقيل على الشعب السوداني، والاحتمالات مفتوحة أن يستمر السودان كما نعرفه، أو قد يدخل في دوامة صراع تهدد كيانه من الاستمرار. إثيوبيا والتغييرات، رغم البطء الذي نشهده إلا أنها دراماتيكية بكل المقاييس. لم يشفع لإثيوبيا فيدراليتها ولا الديمقراطية الشكلية التي اعتمدتها، ليظهر تحدي غير منتظر بين وطنية بلا ملامح ودعوة إلى البقاء فيدراليا كنظام، وكلا الدعوتين تخفي في داخلهما مضامين تعصب عرقي لكل طرف مهما ظهرت المزاودة المعروفة دائما في إثيوبيا بالوطنية الزائفة. ولعل الخطوات التي تجري من كل طرف هي أشبه بتعزيز متاريس موقف كل طرف حتى موعد الانتخابات القادمة في شهر مايو القادم. إريتريا، والتي تقع بين هاتين الدولتين وتتأثر سلبا أو إيجابا بما يجري فيهما من صعود وهبوط، هي نفسها لها معاناتها الخاصة من نظام انتهت أهليته أصلا، ويعيش حالة من التناقض بين الشعب والنظام. نراه يسرع في التأثير على مجرى الصراعات الحاصلة في كلا البلدين. ففي إثيوبيا تراه قد انحاز كليا إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي ومشروعه السياسي ضد المشروع المناوئ والذي تقوده جبهة تيغراي
العدو التقليدي للنظام الإريتري. والمحصلة أن إريتريا وبدلا من أن تسعى إلى خلق المناخ المساعد في ترسيخ حالة من التعايش يجنب المنطقة من أهوال هذه الصراعات، نجدها طرفا في هذا الاستقطاب لترجيح كفة طرف ضد طرف آخر. أما في السودان فهناك مسألة شرق السودان، وهذا الملف قد استعمله النظام طويلا والتلويح به في علاقته مع السودان ومصر، كما إن هذا الموضوع ذات الصلة بإريتريا نتيجة التداخل السكاني الواحد على طول الحدود، وكذلك بالارتباط الديني. الاختلاف يأتي في المتغيرات التي حدثت في السودان، حيث أصبح التدخل واضحا وسافرا، وفي كلتا الحالتين نجد النظام الإريتري طرفا فاعلا وليس نظاما يسعى إلى تجنيب البلاد وإيلات ما قد يحدث نتيجة العواصف التي هبت في كلا البلدين. والنتيجة إن حلت كارثة ما في صدام بين أطراف الصراع فلا بد من أن تكتوي بها أطراف كثيرة كمسألة حتمية، فليس في الصراعات مسافات. والمحزن في الموضوع أن كلفة هذه السياسات سيدفعها الشعب الإريتري. لقد ثبت قطعا أن سياسة الذهاب إلى حافة الهاوية والتي اعتمدها النظام طويلا في مختلف الميادين داخليا وخارجيا جعلت هذا النظام فريدا في نوعه في معالجة أمور هذا البلد، وإن كلفة هذه السياسات أصبحت بالنتيجة كارثة على الشعب الإريتري، إذ لا يعقل أن تستمر دولة بهذا النزيف الدائم من مقدراتها المحدودة والهروب الواسع لقطاع الشباب واللجوء للمواطن الإريتري، بحيث تصدر القائمة واحتل المرتبة الثانية بعد الأخوة السوريين، إلى جانب حداثة الكيان كدولة 3 عقود لا قير، وتفاقم المشاكل الاجتماعية التي اعتقد الكثيرون منا أن مرحلة الكفاح المسلح قد تجاوزتها. كل هذه تجعل الصورة قاتمة للمستقبل، ونحن على أبواب عام جديد. هناك الكثير والكثير مما هو مطلوب من القوى المعارضة، أهمها على الإطلاق ضرورة المراجعة السياسية للمراحل السابقة، لأن نتائجها قياسا لطبيعة النظام ليس أحسن حالا من النظام نفسه من حيث الوصول إلى نتائج مسدودة. فقد حان الوقت قبل فوات الأوان. في القهوة صفقنا فرحة وحبا وثورة حين ظهر إدريس محمد علي فجأة على الشاشة يغني بعلقرين دالي. في البيت تنفس أبي سعادة حين أدار مؤشر المذياع باحثا عن محطة إخبارية، وصدفة عانق صوت إدريس مساءه وقريته وقلبه وذكرياته. في المدرسة قانون أستاذ اللغة العربية أن من يرن هاتفه أثناء الحصة يعاقب جلدا وطردا ويصادر هاتفه. فجأة رن هاتف أحد التلاميذ، غنى إدريس محمد علي أريتريا يا جارة البحر. رمى الأستاذ الطباشيرة على الدرج دهشة وفرحة وانسجامة. لم يعاقب التلميذ بل كوفئ بابتسامة صادقة وتحذير لطيف. في القرية أوقفتني امرأة عجوز وقالت: أسمع صوت إدريس قادم من جيبك هذا إذا لم أكن مخطئة. أجبتها: نعم، إنه هو يا جدتي. أسمعتها الأغنية، ذابت في عمق الكلمات والذكريات والوطن وإدريس وقر مكارثة. وقبل أن تذهب تمتمت بصوت دافئ وحزين ومشتاق: ربي لحفظ إدريس. في محرك بحث جوجل كتبت إدريس محمد علي، فظهرت لي خارطة أريتريا بإنسانها ونضالها وشهدائها. لك الريت مدرنا تعقوب تقصنا، لك الريت مدرنا تعقوب تقصنا، لك الريت مدرنا تعقوب تقصنا، لك الريت مدرنا تعقوب تقصنا. واقعنا برهلا سكلا اشوف برساح لك حليوب، واقعنا برهلا سكلا اشوف برساح لك حليوب. شفناه يكرت مدرنا ربع سر وكلين عليوب، شبريلي تعديت مدرنا ربع سر وكلين عليوب. سميت لترجع ويل أمر
تهجير سكان مدينة حجاد وإغلاق قلعة تعليمها الوحيدة. قبل الخوض في هذا الموضوع المؤلم دعوني أحكي لكم قصة حكاها لي أحد رجال الأعمال الإريتريين كنت قد قابلته بالصدفة قبل مدة من الزمن. قال لي الرجل أنه كان لديه فكرة مشروع استثماري في إريتريا، ولتنفيذ الأمر يقول سافرت إلى أسمرة، وأول الخطوات كانت اختيار المكان المناسب للمشروع، وقد وقع اختياري على مساحة على ضواحي العاصمة أسمرة في الإقليم الأوسط من المسميات الحديثة حماسين سابقا. ولتجنب أي عوائق أو أي مشاكل كان الاختيار لتلك المساحة بعناية ودقة. أخذت المقاسات المناسبة واتجهت إلى أحد المكاتب الحكومية لإتمام عملية الشراء قانونيا، وكما ينص الدستور الغير معمول به إلا هذه الفقرة بأن الأرض ملك الدولة. اكتملت عملية الشراء وتم إعطاء الأوراق التي تثبت ملكيتي لتلك الأرض. عدت بعدها بأدواتي وآلاتي إلى تلك الأرض للبدء في وضع الأساس لمشروعي، وما هي إلا لحظات ومن ثم وجدت نفسي محاطا بمجموعة من البشر من مختلف الأعمار يطلبون مني الرحيل فورا، لأن هذه الأرض لا يحق لي أن أتملكها. ذهلت جدا من طلبهم، لأنني كنت على يقين عند اختياري لتلك المساحة بأنها أرض بكر، وحتى أنها كانت تبعد مسافات بعيدة بساعات عن أقرب قرية سكانية، فكيف يدعون أنها ملكهم ولا يجب أن أتملكها؟ دار نقاش مطول بيني وبينهم، وكنت أوضح لهم أنني مواطن إريتري مثلهم ويحق لي أن أتملك الأرض كأي مواطن إريتري طالما قمت بشرائها قانونيا، وطالما أنها لا تتبع أحدا منهم. وبعد نقاش مطول قالها أحدهم وبكل جرأة: لأنك لست من أبناء المنطقة فلا نسمح لك بامتلاك هذه الأرض. وفي هذه الأثناء تدخلت الشرطة بيننا وأخذوني على جنب وأشاروا لي بالرحيل فورا، وأخبروني بأن عملية الشراء هذه فاسدة، لأن المكتب لم يكن يعلم بأن هذه الأرض ملك لهؤلاء القرويين، وعليه سوف يتم تعويضي بأرض أخرى في أحد الأقاليم. انتهت قصة الرجل. الآن أعزائي أعود بكم إلى عنوان موضوعنا، وهو تهجير سكان مدينة حجاد وإغلاق قلعة التعليم الوحيدة في تلك المنطقة، ألا وهو معهد السلف الصالح بحجاد. ربما البعض منكم يتساءل أن لماذا ربطت التهجير بإغلاق المعهد الذي تزامن مع إغلاق المعاهد الأخرى. الأمر أعزائي لم يكن كذلك، وهذا ما سوف تعرفونه من خلال سرد القصة بتفاصيلها في الآتي. أولا دعوني أعرفكم بهذه المنشأة التعليمية العظيمة، معهد السلف الصالح بحجاد. تم تأسيس المعهد سنة 1976 في منطقة أونجلي الواقعة جنوب مدينة حجاد، على يد المربي الأستاذ علي نور العثمان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وبأدوات أولية عبارة عن ظل الأشجار كفصول دراسية وكراتين وفحم كأدوات للكتابة، مدرسا واحدا و20 طالبا تقريبا. ثم بعد ذلك استعان الشيخ بالطلبة الذين قطعوا معه مراحل متقدمة أن يدرسوا الطلاب الجدد، وهكذا. وفي العام 1981 انتقل المعهد من أونجلي إلى قلب مدينة حجاد، وذلك تخفيفا على الطلاب الذين كانوا يتوافدون عليه في مسافات بعيدة من القرى المجاورة. ولأن حجاد كانت تمثل المركز لتلك القرى وقع الاختيار عليها، وبالرغم أنها في الوقت ذاك لم تكن إلا بيوتات متناثرة وعدد السكان قليل جدا، وما هي إلا فترة وجيزة حتى توافد إلى المدينة عدد كبير جدا من الناس بغرض إلحاق أبنائهم بالمعهد الذي ذاع صيته في الأرجاء بسرعة. ونسبة أن المسافات التي كان يقطعها الكثير من الطلبة الذين كانوا يأتون من القرى المجاورة قاطعين مسافات بعيدة وقاسية عليهم، وفضل أهالي الكثير منهم الانتقال إلى قلب مدينة حجاد. وهكذا شكل المعهد بشكل أساسي في توسعة المدينة وازدياد عدد سكانها بشكل ملحوظ، وفي فترة وجيزة حتى أنني أذكر أن المدينة اعتبرت في التسعينيات أكثر المدن الإريترية توسعا، وشهدت أكبر توسع سكاني في إريتريا كلها،
وتم ذكر ذلك عبر الإذاعة آنذاك. أما أهم الظواهر الملفتة التي حصلت في التسعينيات بعد قدوم الجبهة الشعبية مباشرة، أولها كانت تغيير اسم المدينة من حجاد إلى حجاز. ففي صبيحة أحد الأيام تحديدا سنة 1993 استيقظ أهل المدينة على لافتات جديدة للمكاتب الحكومية تحمل اسم حجاز بدلا من حجاد. في الوقت ذاك اعتبره البعض خطأ مطبعي ولم يعير الأمر اهتماما، مع أنها كانت الخطوة الأولى لما كانت تنوي له سياسة هجدة الطائفية ضد المدينة وشعبها. اليوم أعزائي بات من الصعب إقناع الجيل الجديد بأن اسم المدينة الحقيقي حجاد وليس حجاز. أما التسعينيات فتعتبر الفترة الذهبية لأهل المدينة بل وعلى كل البلاد قاطبة، ولا أعتقد أحدا منا ينسى تلك الفترة الذهبية الرائعة. حجاد بالأخص كانت تتنفس في تلك الفترة ثقافة وعلم ورغبة جامحة في المعرفة والانفتاح نحو العالم الخارجي وفي كل المجالات الثقافية والرياضية وغيرها. والسبب المباشر في ذلك كان يعود إلى هذا المعهد ودوره الملموس والبناء. المعهد لم يقم بأي أعمال مشبوهة على الإطلاق، بل على العكس تماما، كان يربي طلابه على حب الوطن وخدمته، هذا غير المشاركات الوطنية التي كان يقوم بها دون أن يطلب منه ذلك حتى. ومهما حاولت الشعبية آنذاك أن تختلق أي أسباب تؤدي إلى غلقه لم تتوفق مطلقا. فالمدينة في ذاك الوقت كانت تعتبر البؤرة الغير مرحب بها من قبل هذا النظام الطائفي، وكل تلك الطرق لتغيير الثقافة وملامح الأماكن التي اتبعتها الشعبية لم تؤثر فيها على الإطلاق، كاساوا وغيرها. هؤلاء المجرمون الطائفيون كلما كانوا يأتون إلى المدينة كانوا يشمئزون من ملامح المدينة التي كانت تغيظ قلوبهم السوداء. باتت عداوتهم تزداد يوما بعد الآخر، والكثير منهم عند دخوله المدينة كان يتهامس كسلاء نادو ويقندهار، حتى أن هناك فيلما كانت له لقطات في مدينة كسلا فاكتفى المخرج بتسجيلها في مدينة حجاد. الطفرة العلمية والثقافية التي شهدتها المدينة آنذاك ما زالت في مخيلتي، حيث لا أنسى المسابقات الشعرية والأمسيات الأدبية التي كانت تحتضنها المدينة بين الفينة والأخرى. والملفت للنظر وقتها في تلك المسابقات كانت أعمار أبطالها لا تتجاوز 15 عاما، ومع صغر سنهم كانت نماذج شعرهم قوية وبلغة عربية بليغة وعميقة. وكانت لجنة الحكام لتلك المسابقات عدد من أساتذة من خريجي الجامعات كجامعات السعودية والسودان ومصر وغيرها. وحتما هذه المشاهد كانت بمثابة كابوس يجب القضاء عليه من قبل ذاك النظام الطائفي، فجعلوا جل تركيزهم صوب المدينة وشعبها والبحث في كيفية تغيير هذه الملامح الغير سارة بالنسبة لمشروعهم. أقاموا دورات مكثفة وعلى مدار الأسابيع في تعليم سياسة الهجدة، والتي كانت تعرف بحملة أهادو. الشريحة المستهدفة بكل تأكيد طلاب المعهد الذين كانوا يمثلون الأغلبية، وكذلك طلاب المدارس الأخرى من صغار السن، وهذا كله لن يجدي نفعا. وفي الأخير قرروا بشكل مباشر تهجير سكان المدينة القديمة عن بكرة أبيه. ففي أحد الأيام دعوا أهل المدينة لحضور اجتماع طارئ وضروري، وأخبرتهم مديرة المدينة آنذاك بخيت إدريس بالرحيل، والسبب يريد المكان هذا لمستثمر أجنبي لديه برنامج زراعي لهذه المنطقة. وتخيل عزيزي المتابع، يرحلون سكان بأكملهم أقاموا في هذه المنطقة من عشرات السنين، أراضي توارثوها أبا عن جد، لأن مستثمر أجنبي يرغبها لجودة تربتها الزراعية، مع أنها نفس التربة في منطقة دعروتاي. ودعروتاي هذه هي امتداد للمدينة شرقا للذين لا يعرفون موقع المدينة، وهي منطقة زراعية بالأساس، وقد تكون بديلة عنها بامتياز لو كانوا صادقين في مشروعهم. أبالله عليكم أيوجد وضوح أكثر من ذلك؟ منذ أسابيع قليلة انتهت الجرافات من تكسير آخر بيوت فقراء المدينة، وتم رميهم في العراء دون مأوى. الكثير من أهل المدينة هاجروا مرغمين بشكل نهائي إلى القرى المجاورة،
وقلوبهم يعتصرها الألم والحزن على فقد مدينتهم، والذي حالفه الحظ منهم عبر الحدود إلى الخارج. أما المدينة الجديدة التي تم بناؤها كتعويض على الجانب الشمالي من المدينة القديمة، فخرجت بمعالم مخالفة تماما لما كانت عليه المدينة القديمة، حيث يشكل السكان الأصليين فيها 30% فقط. فقارن أنت عزيزي المتابع بين قصة المستثمر الأول في بداية الفيديو والذي رفض أن يعطى قطعة أرض صغيرة نائية وبكر، وبين هذا المستثمر الوهمي الذي هجروا له مدينة بأكملها. وأي مستثمر هذا الذي يقبل بذلك؟ بل كيف تحلى بالصبر على طول هذه الفترة وما زال ينتظرهم إلى أن يتخلصوا من آخر فقير يكسرون خوخه الهش ليقوم ببناء مشروعه العظيم. أما قصة المعهد، ومع هدم آخر بيت في المدينة أتوا بقوة عسكرية ضخمة وتسلموا المفاتيح من إدارة المعهد، وقاموا بتصريح كل أولئك الأساتذة الذين أفنوا أعمارهم في التعليم فيه. هكذا تتوهم الشعبية بالانتصار على المدينة وأهلها، ولكن لكل ظالم يومه أسود، وإن مع العسر يسرا يا أهل حجاد الكرام. لكم سيوب نبر تقبل بالكسيكي راكم دون سنيكو بالعذاب وسران جامم لول انتاكي كم تلقسوي أفضلان كبري ما تبدلا حمد مسلا وقدران أكمليني كبوت أقلتها بربكتها هجر الليت ويأكي حقوري سنابكي قدامي جيفاكد حقوكي دهرتكي لا مري ما لك قبل تددي بيه شبتكي تعبري كون دل بيه هليكو أكي سنتكي من الهلي تابكي أتايسكو حمدر كتالي وسنت من الركيب ريميمر يمكن قبي كسمي كم سلاده نمحبر تريد من الناس قرين قامل هرلب سويتات نشاوى جب قنات قليل احساسات سدكي وريت وتقسيبو كبرات
نفشوتة تهريس من ناس قرين قامل هلالات سويتات في شهوة جبقنا تقلل انتات صدقي وريد وقسيك وقسات يليكي كبودا وصرا يليكي بلاليت للبرني ركبو لدليكي لكم سيو بنبر تقبل بالكسيكي راكي مدور سنيكو بالعذاب وصران جامم لول كم تلبسوي أفتران حبري ما تبدلا فهمت مسلا وقدران أكليني كبوت قلتها بر وقدران هجر الليتني أكي حبوري سنابكي قدامي جيفاكد حبوكي تهرسكي لا مري ما تدي بيه شبكي تعبري كون دل بيه هلي كو عقي تمنكي بدل سايو فجركا بليني هلي كو أمثلني كمبلدر أمثليون لسارة لقد مصر نبر من الهلي تاتاكي أتايا سو حمدر من الهلي تاتاكي أتايا سو حمدر كتالي وسنت من الركيب ريميمر يمكن قبي كسمك كم سلاده نمحبر تهريس من ناس قرين قامل هرالب سويتات شاوة جبقنا تقلل انتات صدقي وريت وتقسيك وكذات تهريس من ناس قرين قامل هرالب سويتات في شهوة جبقنا تقلل انتات صدقي وريت وتقسيك وكذات هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.